السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ عفيفة كيتشن من جديد. وصفة اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم فقاص كيجي ساهل وما كيتشقق ما كيتهرس، وباسهل وابسط طريقه للمبتدئات. نبداو ان شاء الله في المكونات. عندي هنايا الزبيب، تقريبا كاس ديال الزبيب. اللوز، كاس ديال اللوز خليته في مزهر ليله كامله. عندي هنا اللوز مفسخ، هذا اختياري، انا كان عندي ما بغيتش يضيع داكشي علاش قلت نزيدو في هذا الفقاص. عندي هنا 3 ديال الخمارات. غادي نحتاج جنجلان محمر. عندي النافع مطحون، ما متوفرش عندي صحيح، ويمكن لكم ديروا حتى النافع صحيح ماشي مطحون. وعندي هنايا الكونفيتور ديال المشماش ديال الحلويات. غادي نحتاج 2 ساشيات ديال السكر الفاني. عندي زلافه ديال السكر سنيده عامره، زلافه ديال زيت نباتيه، و8 الحبات ديال البيض، والدقيق تيبقى على حساب الخليط. وغادي نحتاج 3 ديال الخمارات. غادي ناخذ الكاس ديال المولينكس باش غادي نطحنوا البيض والسكر والزيت، هكا تيجينا ساهل وكيندمجوا كاع المكونات. غادي نضيف عليه زلافه 8 ديال البيض، زلافه ديال السكر، زلافه ديال زيت نباتيه. غادي نضيف 2 ساشيات السكر الفاني. غادي نضيف الكونفيتور. عندي هنا 2 معالق ديال الكونفيتور، 2 معالق كبار. صافي غادي نطحنوا هاد المكونات هادو مزيان وعاد نرجع لكم ان شاء الله. نخليو هاد المكونات يسطحنوا مزيان. من بعد ما طحنا المكونات مزيان كناخذ قصريه اللي غادي نخلط فيها الفقاص. غادي نخوي داك الخليط كيف ما كتشوفوا حتى كيولي هذا الخليط هكا بحال تقريبا بيض. كنضيف قبصه ديال الملح، داك الجنجلان، الزبيب، اللوز. كما قلت لكم اللوز ضروري تبيتوه في مزهر ليله كامله باش كيجيكم ساهل. هانتوما غتشوفوا مع هذا الفقاص هذا ما كيتكسر ما والو، كيجي رائع يعني وناجح 100%، وكيخرج لنا كميه كثيره. كما قلت لكم انا غادي نضيف النافع مطحون، يمكن لكم تضيفوا حبوب، انا حيت هذا هو اللي متوفر عندي داكشي علاش ما درتش حبوب. صافي كندير 2 معالق كبار ديال النافع مطحون، وكنخلطوا هاد المكونات هادو مزيان بيدينا. نخلطوا هاد المكونات مزيان. دابا من بعد ما خلطنا المكونات الاولى في المونيكس تجينا ساهله، كنخلطوا غير داك اللوز والسمسم والنافع. وغادي نبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. كما قلت لكم الدقيق على حسب الخليط، تقريبا كيلو حتى الكيلو وربع ديال الدقيق. وغادي نضيف الخمارات. كنخلط مزيان الفقاص حتى كنبقى نضيف الدقيق حتى كيتجمع الخليط. ما تكونش العجينه قاصحه وما تكونش مرخوفه بزاف كتلصق في اليد. المهم منين كتخلطوا مزيان كتكوروها، كتشوفوها بدات كتكور في يديكم، صافي هذاك تيكون هو القوام ديالها. غنبدا نزيد الدقيق
وكما وما كنعجنوش غير كنجمعو. كنبداو نضيفو الدقيق حنا كنخلطو صافي. من بعد ما كتجمع ليا العجينه ديال الفقاص كيف ما كتشوفوا كنقسموها. كنقسم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه، يعني رشها بالدقيق باش ما تلصقش ليا في القصريه. صافي قسمتها هنايا على 7 ديال داك لاصي ديال تقريبا كيعطيني هنا 7 ديال داك لاصي ديال الفقاص. كنبداو نديرو ليه فحال هكا بيدينا كيف ما كتشوفوا. ملي ما كيبداش يلصق لكم في يديكم كتكون العجينه ديالها هذاك هو القياس ديالها. صافي من بعد ما كنحربلوه فحال هكا كنديروه في الطاوه اللي يكون فيها بابي كويسون. بالنسبه للفران من الافضل الفران كيكون بارد، ما كنشعلوش حتى كندير فيه الفقاص. وكنخلي الباب ديال الفران شويه محلول باش ما كيتشققش لينا الفقاص، ونخليوه يطيب على عافيه بحال الشمعه خفيفه بزاف. كندهنو، انا درت البيض معاه شويه ديال النسكافيه والشكلاط بودر باش كيعطيني هذا اللون هذا. صافي كندهن هاد الفقاص ديالي وكندخلو للفرن. هنا من بعد ما دهنت داك الفقاص نزوقو هكا بالفرشيطه، المهم غير باش كيعطينا شكل جميل. من بعد كناخد السفود وكنبدا نديرو ثقوب هكا في الفقاص باش ما كيطردقوش لينا في الفران. ضروري من هاد الخطوه هذه باش الفقاص ديالكم ما كيتهرش نهائيا، لان داك فاش كيسخن الفقاص وداك البخار غادي يخليه يطرطق. ضروري ما تديروا فيه ثقوب على هذا الشكل هذا. كندخلوا في الفران اللي يكون بارد، ما تشعلوش قبل تدخلوا الطاوه ديالكم عاد تشعلوه ونقصوا، ما تخليوش تيسخن، نقصوا وخليو الباب شويه محلول ديال الفران وخليوه يطيب على خاطرو. مره كتقلبوه راه ماشي مشكل واخا تحلوا عليه. المهم ضروري باب الفران يبقى مشقق شويه، ومره تتقلبوه الى طاب، ما تخليوش يتحمر وتخرجوه ان شاء الله. ندخلوا الفران نتلاقى معكم. ها هو الفقاص ديالنا من بعد ما دخلته الفران حتى طاب مزيان كيف ما كتشوفوا. ما كيتحمرش غير كيطيب، يعني كيشد في راسو. وكنخليوه، انا راني غادي نقطعو مباشره. تقريبا خليته غير واحد ساعتين حتى 3 برد شويه، يعني يمكن لكم تخليوه حتى لغد ليه وكونوا متاكدين انه ما غيتهرش لكم نهائيا حتى شي. ما كتضيع حتى شي وحده هكا اللي تهرس. تبارك الله كيجي ساهل وتيجي لا شكلا ولا مذاقا، كيجي رائع ولذيذ. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه و100% غادي يعجبكم. دابا العيد على الابواب، كنتمنى تجربوه. كيف ما كتشوفوا الفقاص ديالنا ما كيتهرس ما والو، ما كيتفرتت. صافي انا غادي نكمل تقطع ديال الفقاص وهكا ونستفوه في الطاوه يكون فرشنا فيها بابي كويسون. تبارك الله هاد الكميه هذه هاد الكميه ديال هاد المقادير اللي عطيتكم كتخرج لنا كميه. الفقاص من بعد ما كملته بالتقطاع غادي ندخلوا للفران ان شاء الله يتحمر. دابا وصلنا لنهايه الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاص اللي وجدت معكم اليوم. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع ومقرمش ومن افضل ما يكون وسهل. ما بقى الا نقول لكم صحه والراحه وشهيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.